مساء الفل على الكل، اهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشاقه القاره اليمنيه في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. هنتكلم في الفيديو ده طبعا على اخر اخبار المنتخب اليمني الناشئين، ويعني يعني موقعه الان بعد الاحتفالات اللي شفناها في من اول ما خد بطوله، طبعا بطوله كاس غرب اسيا للناشئين عمان 2023. وهقول لكم على تصريحات مهمه من الكابتن علي النونو اللي امبارح لموقع شوط، اللي قال لك يعني بنسبه 99 من المنتخب الحالي لم يشارك في اسيا. وهوضح لكم التصريحات، وهقول لكم اللي الكابتن علي برضو النونو طلع بفيديو حالا ووضح لنا يعني كان قصده ايه، وبرضو تصريحات للكابتن سامر فضل على هذا الموقع ويعني خطته القادمه باذن الله. بالنسبه طبعا للمنتخب للناشئين، طبعا كان موجود في محافظه تعز امبارح، وكان في استقبال حافل من الجماهير اليمنيه في كل مكان صراحه، من وقت ما كان متواجد في المهره وكان متواجد في المكلاء وكان متواجد في عدن. وصراحه الشعب اليمني يعني كله على احتفال وكله مبسوط بالمنتخب السعيد، المنتخب اللي لازم نحافظ عليه. كلمتين في الاول كده، لازم المنتخب اليمني اللي ناشئين ده نحافظ عليه. يعني صراحه زعلانين جدا البطوله اسيا القادمه خلاص بعد اسبوع، والمنتخب اليمني الاول الوطني غير متواجد، هو والمنتخب الكويتي فقط في هذه البطوله. كنا على من المفروض المنتخب اليمني يكون متواجد. يعني لازم نحافظ على المنتخب ده. عندنا منتخب شباب لازم برضو نقدمه لمنتخب الشباب. عندنا منتخب اولمبي لازم يكون متواجد، او منتخب الوطني. المنتخب ده صراحه منتخب على اعلى مستوى. بالنسبه للاحتفالات، النهارده ان شاء الله هم موجودين في وبكره ان شاء الله في احتفال قوي في صنعاء. هيكون في احتفال في صنعاء في ملعب المريسي في صنعاء، يشهد طبعا احتشاد جماهيري، وهيكون طبعا في تكريم خاص للمنتخب اليمني الناشئين. تعتبر هي المحطة الأخيرة. صراحة المنتخب يستحق، وهو يعني قدر يعني يرسم البسمة على وجوه الجماهير اليمنية. قبل ما نتنقل على تصريحات الكابتن علي والكابتن سامر، هقول لكم برضو التكريمات. اول تكريم الشيخ حمود طبعا، وبنك الكريمي، وطبعا السلطه المحليه بمحافظه المهره، والسلطه المحليه ايضا في المكلاء، وطبعا محافظه شبوه، وايضا الشيخ احمد الهادي في طبعا في تكريمه في منتجع قنا، وطبعا وزاره الشباب والرياضه وشركه موبايلي، وامبارح طبعا في تعز وغدا ان شاء الله او اليوم في صنعاء. بالنسبه بقى لتصريحات الكابتن علي النونو، امبارح قال لك في موقع شوت، وكان في يعني تصريحات اللي هو قال لك 99 من المنتخب الحالي لم يشارك في بطوله اسيا القادمه. الراجل قال لك يعني وضح النهارده في فيديو اللي احنا عندنا مواليد 2008 ان شاء الله اللي هيكون متواجدين في اسيا القادمه. والراجل بيحلم اللي يكون وهو والكابتن سامر يعني كلامهم واحد، هو والكابتن سامر. بس انا بخص للكابتن علي عشان توضيحه، لان طبعا يعني اكتريه المواقع التواصل الاجتماعي اتكلمت، قال لك 99 على كلام الكابتن علي النونو 99% من القوام المنتخب ده مش غير متواجد في القائمه في اسيا القادمه. الراجل بوضح قال لك احنا عندنا 2008 وعندنا اسيا، والاتحاد الاسيوي عنده بيكشف بالرنين المغناطيسي. فطبعا في بعض اللعيبه حاليا اصلا 2008، وفي بعض اللعيبه كتير موجوده. احنا بنقول على الست لعيبه الكبار واللي هم معروفين طبعا غير متواجدين. طبعا قال لك احنا عاوزين يكون عندنا يعني يعني عندنا خطه لقدام ان شاء الله، وعاوزين نبدا بدري، وقدمنا الكلام ده لاتحاد الكوره. فقال لك انا بوضح دلوقتي ونزل بفيديو، والكلام ده موجود على موقع شوت، اللي احنا عاوزين نعمل خطه اللي احنا نضم بقى عناصر لعيبه جديده للمنتخب ده، ويكون على اعلى مستوى نفس المنتخب اللي انتوا شفتوه. فانا ما قلتش هو 99 اللي هو مثلا يعني المنتخب مثلا بيضم 26، هل منهم 20 لاعب يستبعدهم؟ لا، الكلام ده لا، بعيد خالص. انا بتكلم على المواليد 2008، واحنا قدمنا 7 شهور للتصفيات. فطبعا هيكون في بعض اللعيبه برضو دخلت في السن. فقال لك في لعيبه، بعض اللعيبه هتكون دخلت في السن، وفي لعيبه حاليا هتكون مستبعده. فاحنا عملنا خطه للاتحاد الكوره عشان طبعا يعني ايه اللي احنا نشوف لعيبه بدري ونضم للعيب. يعني الكلام ده يعني 99
من المنتخب. الراجل وضح وقال لك في هيكون في 2008 دخل في السن، وفي حاليا في 2008 هيستبعد. والكابتن سامر برضو وضح قال لك انا ليه لا ما ادخلش اسيا القادمه واكون انا على راس مجموعتي. احنا الوقت طمعانين في ما شفنا المنتخب ده وخد بطوله غرب اسيا وتفوق على على منتخبات قويه، ليه لا اللي انا ما اكونش موجود على راس المجموعه بتاعتي؟ وليه لا لما اكونش موجود في كاس العالم للناشئين 2025؟ الراجل عنده يعني طموح كبيره ليكون متواجد في المنتخب ده على يعني على للامام ان شاء الله. فالكلام واضح. كابتن علي النوني وضح كلامه، وكابتن سامر نار برضو قال لك احنا عاطين خطه للاتحاد ويا ريت ما تاخرش علينا، وان شاء الله هنكون امامنا وقت طويل لان قدامنا وقت، فعاوزين نبدا بدري نعمل معسكرات داخليه ومعسكرات خارجيه ونحافظ على قوام المنتخب وندخل لعيبه اخرى تكون متواجده معانا في اسيا ان شاء الله في العام الحالي. فحبيت اوضح برضو الكلام اللي هو الكابتن علي النونو قاله، وبرضو تصريحات الكابتن سامر فضل. كل ده كل ما هو جديد حبايبي واخواتي اليمنيين في كل مكان، حب اطل على حضراتكم. ما تنسوش دايما تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام. منتخبنا فوز وتحدي والله فخر لبلدنا. الله عليكم الله يا منتخبنا فوز وتحدي والله